بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا محمد أشرف خلق الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب العالمين. النهارده هنعمل قرنبيط. انا جبت القرنبيطه دي والله العظيم ب5 جنيه. عملنا بيها احلى اكل، بسيط جدا، ولا قلي ولا اي حاجه خالص. انا بوريها لكم اهي، وهسلقها ميه، حبه كمون، حبه ملح، وهنسلق القرنبيطه بعد ما غسلناها طبعا وشطفناها. أكل بسيط وأكل جميل وأكل رخيص، ب5 جنيه عملنا أكل. وأنا بوريكم أهو، عشان طبعا أنا بصور بإيد واحدة. أنا فصصتها حتت حتت كده، وأحطها تحطيها في أي صينية عندك. أهو بصوا بوريكم بس هنا اهي، بصوا بفصصها ازاي حتت صغيرة بعد ما سلقناها. يعني تسويها كده في صينيتك، في بايركسك، في أي حاجة. أنا جايبة قرنبيطة صغيرة على قدينا، ومعايا كوباية لبن. ولا هنقلي ولا هنعمل بيض كتير ولا زيت ولا حاجة أبدا، ونصها مية. حاجة بسيطة جدا، وبيضة واحدة. والتوابل بتاعتك بقى، كزبرة على كمون على فلفل على فصين توم مهروسين. ده كله اللي أنا حطيته قدامكم، على شوية بابريكا، شوية شطة. وده دقيق. حطيت 3 معالق بس طلعوا خفاف، حطيت معلقتين كمان عشان عاملة قرنبيطة صغيرة. انت بقى تشوفي اللي هتعمليه على قد بيتك وولادك. والله العظيم بجد طلعت تحفة. أنا أول مرة أعمل. أنا على عادة بنسلق وبنحمر زي ما متعودين. قلت أجرب موضوع الصينية ده، ولا تكلفة ولا حاجة أبدا. طبعا البيض غالي والزيت غالي، ودي كزبرة خضرا، ودي حبة بيكنج باودر عشان تتنفخ معايا. حاجات بسيطة جدا، وعندنا كلنا في البيوت. شوف بوريكم بس القوام بتاعها، عامل زي قوام الكريب كده مثلا. حطيت حبة كمون أو كزبرة ناشفة بس. وهاخد كده وهنحط على الصينية بتاعتنا. وعلى فكرة دهنت البايركس بحتة سمنة صغيرة أو حتة زيت. هنحط كله كده، هنملى كل الصينية اللي معانا أو البايركس أو اللي هنعمل بيه. تسقي بيه كده ايه اللي انت عملتيه ده، تسقي بيه القرنبيطة كلها كده. جربوا بقى القرنبيط ده وشوفوا الطعم وشوفوا الجمال. أنا عندي بنتي والله العظيم ما بتحبه أبدا ولا بتاكله. والله العظيم أكلت منه وقالت لي جميل جدا يا أمي. مم. بس هو اروح بقى مولعه الفرن واروح احطها. وكده يا جماعه اتحطت في الفرن، واول ما اتشمعت كده طلعتها. بدينا بس بمعلقه سمنه عشان خاطر وشها يحمر، لان ما فيهاش اي دهون. فانا قلت اعملها وشها كده بمعلقه سمن عشان تحمر معايا. وقطعتها كده عشان خاطر هي تستوي كده كويس وتنشف. وهحطها بس في الفرن. حطيتها في الفرن وفتحت عليها الشواية وطلعت بالمنظر الجميل ده. ولا انا والشفا. سلام حبايبي، جربوا.